السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ بقالنا فترة بنعمل فيديوهات الوايت بورد، فالنهارده هنعمل كده فيديو بصورتنا على الله، بس ما تكونش عاملة ازعاج لحد. ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ كتير من الناس دلوقتي لما بتروح السوبر ماركت بنلاقي انواع لبن كتير او انواع حليب كتير قوي على الرفوف. ما بنبقاش عارفين ايه انواع الفروقات اللي ما بينهم، وما بنبقاش عارفين كمان ايه الافيد او ايه الاصلح. تعالوا النهارده نتكلم ونعرف مع بعض ازاي نفرق ما بين انواع الحليب المختلفه او انواع اللبن المختلفه اللي بتكون موجوده في السوبر ماركت. اول حاجه، في لبن بتلاقوه جوه الثلاجات، وده اسمه لبن قصير الاجل، وده اللي هو بيكون لبن مبستر. ده بتبقى صلاحيته سواء مقفول او مفتوح بتبقى من 3 ل 4 ايام، 5 ايام بالكتير قوي. في حليب تاني اسمه حليب طويل الاجل، وده بتلاقوه على الرف عادي مش في ثلاجه، وده بتكون صلاحيته من شهر لست شهور ماكسيمم. الفرقات ما بينهم ايه؟ الفروقات ما بينهم اللبن المبستر بيتعامل معامله حراريه 72 درجه مئويه لمده من ثانيه من لمده 15 ثانيه. اما الحليب طويل الاجل بيتعرض ل 135 درجه مئويه او 135 درجه سيليسيوس من مده من ثانيه لاربع ثواني. ايه الفروقات ما بينهم او ليه المعامله الحراريه دي بتحصل؟ اللبن عموما يا جماعه، في ناس كتير قوي يعني فاكره ان اللبن لما بيتغلي او بيتعامل معامله حراريه فوائده بتروح. في ناس كتير قوي يقول لك لا انا عايز الحليب يبقى بخير وكده، يبقى جاي لي من المزارع او كده. احنا ليه بنعمل المعامله حراريه؟ لان يا جماعه في حاجات اسمها امراض مشتركه ما بين الحيوان والانسان، ممكن تتنقل من الحيوان عن طريق اللبن للانسان وتعرض حياته للخطر. غير كمان ان ممكن يبقى في بعض الامراض المنقوله لو المزارع او كده ما كانش بينظف الضرع كويس قبل ما يحلب البقره بتاعته، كان ضوافره مثلا فيها وساخه، كان متعور، كان مثلا الحيوان بيعاني من حمى الملطيه. حاجات كتير قوي اللي هي بتتنقل من الحيوان للانسان، او من الكروس كونتامينيشن، او اللي هي العدوى المنتقله ما بين الحيوان والانسان. فدي لازم ان انا اعامل اللبن معامله حراريه فائقه عشان اقدر ان انا ابعد نفسي عن مخاطر التلوث دي. فاحنا بنضحي بحاجه، يعني احنا بنعمل زي نوع مقايضه. انا بعمل معامله حراريه للبن او الحليب علشان اقتل الميكروبات المحتمل تواجدها جوه اللبن، بس بضحي بشويه انزيمات وشويه فيتامينات اللي هي بتبقى موجوده جوه الحليب. لكن الاشاعه اللي بتقول ان انت لو غليت اللبن او عملت او اشتريت اللبن ان هو معامله حراريه بيبقى فايدته بتروح، لا، هي فايدته ما بتروحش. الدهون ما بتروحش، ولا البروتين بتاعه الحيواني ما بيروحش، لكن اللي بيروح منه الخمائر او اللي هي البكتيريا النافعه وبعض الانزيمات. ده بالنسبه للفايده اللي هي بتبقى موجوده جوه الالبان اللي هي معامله حراريه. طبعا يا جماعه، يعني كلمه ان انت فايده بتروح بان انت معامله حراريا دي، يعني معناها ان احنا اللحمه اللي بناكلها ما بيبقاش فيها فايده، الخضار اللي بنطبخه ما بيبقاش فيه فايده. كل انواع البروتين لو اتحطت على النار ما بيحصلهاش اي حاجه ولا بتتاثر بالنار. اللي بتاثر بالنار بس الخمائر والانزيمات، ودي احنا بنعوضها لو بالمكملات الغذائيه او بالفواكه والخضار الفريش. اتمنى تكون الحلقه النهارده عجبتكم، ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم المره الجايه على خير. ولو انت على الفيسبوك تنزل تعمل اشتراك وتعمل شير للحلقه. اشوفكم على خير دايما. سلام.